يلا نعمل طاجن فول بالبيض. ومعاكم اسماء عطله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. هحتاج بصلايه وانزل عليها بمعلقه زيت. هحط كمان معلقه ثوم مفروم وابدا اقلب كله مع بعضه. هحضر بقى فلفل اخضر عندي او فلفل الوان المتوفر عندي بستخدمه. هحط كله كده مع بعضه واقلب لحد ما يتبالوا شويه. هدلع بقى كل الكلام ده بشويه توابل كده حلوين. معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، وهحتاج كمان معلقة من الكزبرة الناشفة. لو مش متوفرة مفيش مشكلة، بس هي بتديله نكهة حلوة. هضرب طماطمتين او 3 في الخلاط وانزل عليهم، وبعدين هديها تقليبة واسيبها تغلي غلوة واحدة بس. هنزل بالفول اللي احنا دمسناه اصلا في البيت وهعمل لكم فيديو ليه، واسيبه بقى يتسبك معاها. هنوطي عليهم ويتسبك مع الطماطم والكلام ده كله علشان ياخد من طعم الحاجة اللي احنا حطيناها. هحضر الطواجن بتاعتي اللي احنا هندخلها الفرن، واحط الفول بعد ما تسبك معايا. طبعا دي وجبة مشبعة ووجبة مفيدة جدا، تنفع سحور تنفع فطار، مفيدة للولاد وهيحبوا شكلها لان شكلها حلو قوي. هنحط بقى الفول كده في الطواجن بتاعتي، وبعدين هنزل على كل طاجن ببيضة. هنحط البيضة على الوش كده زي ما انتوا شايفين، وهدخله الفرن لحد ما البيض بتاعي يستوي. وهرشه بملح وفلفل وبألف هنا، وطلع فاخر من الآخر.